السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بصحه وعافيه دائما. نبداو هذا الفيديو بالصلاه على رسول الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم غنوريكم واحد القفطان. صراحه ماشي انا اللي خدمته، ولكن هو مخدوم كامل باليد، كامل مطروز باليد. هاد الطرز اللي كتشوفوا فحال الماكينه، ولكن هو كله باليد. هانتوما واش تعرفوا الخدمه ديال اليد كيفاش كتكون. انا البنت اللي خدماتو المهم طلبت منها، بغيت نحطو هكا في القناه، قلت لها واش نصورو، قالت لي صوريه. شوف كيفاش مخدوم هنايا، ديروا الضفيره، ديروا له هاد الضريس هكا، كيجي زوين هاد الضرس صراحه. ودخلوا فيه المهرس. ما عرفتش انا واش مولاتو عاد غتزيدوا الحجر، ولكنني كيبان لي انا محال، حيت كيبان لي مسالي. مدخلين فيه غير المهرس بهاد الشطيبات هكذايا، وهاد الطرز هذا، وهاد الثوب هذا الكريب ساتان، دخل فيه داك الخطيطه بالسقلي. القفطان هو حتى الارض بهذا الطرز كما كتشوفوا. والفتاحي حتى هما، هانتوما الفتاحي كيفاش حتى هما معمرين صراحه من جوج الجهات. العشاقين الازرق غادي يعجبكم هذا اللون صراحه، طلع كيحمق هذا القفطان. اليدين حتى هما معمرين، يعني قفطان كلاس، وفي نفس الوقت جاي سامبل، ما فيهش زعما شي حاجه مرونه. داك الطريزه سامبل مع هاد المهرس في الذهبي، ما دخلش معاه شي الوان ولا شي حاجه. كما كتشوفوا الخديمه كيفاش دايره، و العنق حتى هو الظهر حتى هو مصيب. والعقاد كما كتشوفوا، العقاد هادو ماشي كبار، هادو العقاد صغارين. غير هو انا كنت كنفضل كون كان القفطان ديالي كنفضل يكونوا جوج ذهبيين وجوج زرق، ولا وحده ذهبيه وحده زرقاء، باش كيعطي ديك الشكل زوين هنايا. وحتى بالنسبه للترسان ولا الضفيره، كنت كنفضل انا يدخلوا الضفيره بالذهبي مع الزرق، او لا على الاقل يدخلوا غير التراسن في الذهبي، من هنايا، من هنا ومن هنا. ديك الساعه تكون هاد الضفيره في الزرق ماشي مشكل، او لا الترسان في الزرق وديك الضفيره كانت تكون بالذهبي. يعني انا كنقولها كفكره بالنسبه للناس اللي في الدومين، او للناس اللي كيخيطوا راسهم. يعني كنعطيكم فكره، يعني مع هاد الضريس هكذا كان مفضل يهبط حتى السفيفه ما تهبطش هكا سامبل كامله بالزرق. شوفوا كيفاش. انا بالنسبه لي انا ما عجبتنيش، كان يعجبني يمشيو يدخلوا العقاد في الذهبي، كان غادي تعطي واحد اللمسه زوينه بزاف. او لا كما قلت لكم الترسان ولا الضفيره كان خص يدخل شي حاجه عندك هنايا في الذهبي. يعني كيف ما خلاوها كسامبل ما عجبتنيش، جا في القفطان فحال اللي جا عادي، فحال اللي ماشي مخدوم باليد. ولكن هو بالنسبه كالطرز ديالو ولا شكل الخدمه ديالو زوين بزاف، عجبتني الخدمه. بالنسبه للناس اللي اول مره يدخلوا عندي واول مره غيشوفوا القناه ديالي، كنقول لكم من فضلكم الله يرحم الوالدين، الله يجازيكم بخير، بارطاجيو الرابط ديالي ولا القناه ديالي مع الناس ديالكم. اللي يقدر يحطني في الستوري عنده كنقول لكم شكرا بزاف. اللي يقدر يحطني في انستغرام ولا الفيسبوك ولا يحط الرابط ديالي في تيك توك، كنقول لكم شكرا لكم بزاف، غتكونوا عاونتوني والله في عون الجميع. وبالنسبه للناس اللي كيحطوني في الستوري، الحباب ديالي، العائله، الناس اللي كيعرفوني، الاقارب، كنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. والاصدقاء الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. بعد مرات كتخوني الكلمات صراحه، كما كنقول لكم دائما الله يكون في عوان هاد الناس اللي كيهضروا قدام الكاميرات وكيكونوا مثبتين. انا غير بوحديتي وكنبقى نتراجل في الهضره، سبحان الله.
دابا راه قررت نكمل معكم عامين في القناه، وهكذاك مازال ما منضبطاش مزيان في في الفيديوهات اللي كننزل وداكشي. كنتمنى من الله الثبات، الله يثبتنا على الشهاده. هذا اللي يقول واحد اللي يطلب حسن الخاتمه والثبات على الشهاده. الله يثبتنا يا ربي. حنا غير شي حاجه بسيطه بحال هكايا وكنبقاو يعني كتجينا صعيبه الهضره وبزاف د الحاجات. لهذا كنقول لكم من فضلكم ما تحرموناش من لايك، كتبوا لنا في الكومونتير الراي ديالكم على هذا القفطان هذا كيفاش جاكم، وعلى اي حاجه كنزلها لكم. بالنسبه للتعلام، انا كنزل فيديو ديال التعلام، اللي بغى مرحبا يتعلم. راني عندي فيديوهات كنعلم فيهم هذا الشيء هذا، الطرز وبزاف د الحاجات، والتنبات حتى هو. يعني اللي بغى مرحبا بك، مرحبا بكم. واللي بغى شي حاجه يطلبها مني يكتبها ليا في الكومونتيرات، في التعليق يكتبوا لي اللي بغى شي حاجه مرحبا على الراس والعين. وكنقول لكم شكرا بزاف على المتابعه. اللي بقى دابا معايا ما تحرموناش من لايك، كتبوا لنا شي حاجه في الكومونتير. الله يجازيكم بخير. وهاد القفيطين زوين كما كتشوفوا، صراحه طلع زوين كيحمق. وكنقول لكم مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله بحول الله. شكرا لكم بزاف بزاف خوتي خواتاتي، الله يحفظكم.